السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في سيرة السراج المنير حتى وصلنا إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أقرب البيوت إلى المكان الذي بركت فيه ناقته، فكان بيت من؟ بيت أبي أيوب الأنصاري. فلما قدم المدينة نزل صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري، وهذا شرف كبير لأبي أيوب، لذلك فرح جدا بنزول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحرص على راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر بديهي، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك الآن وينزل عندك، أي راحة ستسعى وتكون حريصا على أن يجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيت أبي أيوب مكون من طابقين، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في القسم السفلي من بيت أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب وزوجته في القسم العلوي. فانتبه أبو أيوب بعدما جلس واستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول هو بينه وبين نفسه كده، بقى أنا أكون ماشي والنبي تحت؟ صعبة جدا دي. قال: فتنحوا، فكان طبعا احنا بالليل مش هنزل أصحي النبي. قال: فتنحوا فكانوا في جانب. يعني ايه كانوا في جانب؟ يعني خدوا مكان كده ايه وناموا في الأوضة على جنب كده. طب وايه اللي فيها؟ ما تنزل وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كده: لا أريد أن أقلق منامه، فعش أختار الوقت المناسب لكي أفتح فيه هذا الموضوع، رغم أن هذا الموضوع خاص بمن؟ بالنبي، وهو راحة لمن؟ لرسول الله. ولو كان لرسول الله لابد أن أختار الوقت المناسب. فلم يزل ساهرا حتى أصبح، مش عاوز ينام، مش جاي له نوم. أنا إزاي أنام وأكون فوق والنبي تحت ورجلي تبقى أعلى من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رغم أن هذا أمر بديهي، ما أنت هتكون فوق ما الكلام ده هيحصل. لكن أحيانا لا يعاتب أهل المحبة في مثل هذه المشاعر. أهل الحب يكون عندهم معيار ومقاييس مختلفة تماما. يعني انتوا عارفين مقياس الذهب دقيق جدا، صح؟ أدنى شيء بيأثر فيه بيحسبه. في بقى الميزان بتاع العربية النقل والحاجات دي كده، هي بيعدي ده مش شغال بالطن، ده ممكن ايه في شوية حاجات كده تعدي. لكن ميزان الذهب كلما على قيمة الشيء كلما كان له ميزان خاص، ولذلك ميزانه يوم القيامة يحسب مثقال ذرة. يقول: فلم يزل ساهرا حتى أصبح. وفي الصباح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك. أنا متضايق جدا إن أنا أكون فوق وأنت تحت، وتكون تحتي، فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال النبي: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا، السفل أرفق بنا وبمن يغشانا. أنا كل شوية في ناس جاية تزورني، جاية يسلموا عليا، عشان احنا نطلع فوق، فده هيبقى مشقة عليك. كل شوية الناس طالعة نازلة طالعة نازلة. وزمان بقى ما كانش بقى زي اليومين دول كده في باب وفي مدخل، فالدنيا كلها لازم يدخل من جوه. طب كلام مقنع ولا مش مقنع؟ مقنع. أبو أيوب قال إيه؟ يعني كأنه يعني ضغط على نفسه كده وهدأ هذه المشاعر ورضي.
قال أبو أيوب: فكان النبي في سفله صلى الله عليه وسلم وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا فيه ماء. دول عندي جرة فوق اتكسرت فيها مية، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، معهم كده الايه كساء، ما لنا لحاف غيرها. دول أنا ما عنديش لحاف اللي هي ده اللي بيضغطوا بيه المية، يعني الجرة اتكسر ومعاهم الغطا بتاعهم اللحاف، هيعملوا ايه؟ قال: ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه، خايف على نقطة مية تنزل على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الدقة عاملة ازاي. فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. هو بيقول له: لا خلاص كده الموضوع ده فصل تماما، أنا مش هعمل كده. لا أعلو سقيفة أنت تحتها. ولم يزل أبو أيوب الأنصاري بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجوه ويلح عليه أن يكون هو صلى الله عليه وسلم في الأعلى وأبو أيوب في الأسفل، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الأعلى. وكان أبو أيوب كل يوم يصنع طعام للنبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته. يقول: شوف البيت عامل ازاي، شوف يعني لما يحظى البيت برسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الدقة بتكون يعني سبحان الله عالية لدرجة ايه. أبو أيوب الأنصاري يقول: وكنا نصنع للنبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله، يعني اللي باقي من الأكل، تيممت أي قصدت أنا وأم أيوب موضع أصابعه. نشوف هو أكل منين، بص كده يا أم أيوب، بص تعالى نشوف. فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. شوف المكان اللي كل منه، اللي إيده يعني قربت منه وناكل منه. قال: حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيها بصلا أو ثوما، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم أرى ليده فيه أثرا. قال: فجئته فزعا، قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك. سبحان الله. ولم أرى فيه موضع يدك، وكنت إذا أرددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة، فما منعك منه؟ قال: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، أي أناجي من لا تناجي، أنا يأتيني الملائكة ويأتيني جبريل فأنا أتكلم معه وهو يتأذى من رائحة البصل، فإني أناجي من لا تناجي. فقال أبو أيوب: أحرام هو؟ طب يا رسول الله هو حرام؟ فقال النبي: لا، ولكنني أكرهه، لأنه بيغير رائحة الفم. مش سجاير يا جماعة، ده مجرد البصل. شوف الإنسان عما بيكون عنده رقة ودقة في التعامل مع الملائكة. الملائكة بتشهد صلاة الفجر، الملائكة التي تقترب منك. شرب هذه السجائر حتى لو مش حرام يكفيك أن تكون صاحب يعني أنف منها، أنك تعلم أنها تؤذي الملائكة. طيب ليه تؤذي الملائكة؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو البشر، وبنو البشر يتأذون من التدخين. نسأل الله أن يعافينا ويعافي شباب المسلمين وإياكم. فقال: لا، ولكني أكره. فقال أبو أيوب: فإني أكره ما تكره. على طول كده أبو أيوب، أنت بتقدر يعني تدير مشاعر سهلة جدا. لا بقى أصل طيب ماشي، أنا فاكره حرام، بس أنا وأم أيوب بنموت في البصل، ده احنا زارعين زرعة هنا والله أكبر، ما بننامش إلا عليها وما بناكلش إلا نصحى عليها وننام عليها. لا،
أكره ما تكره يا رسول الله. قال أبو أيوب: ولم نصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه شيء من بصل أو ثوم بعد، وما كانت تمر ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 و4 من الصحابة الأنصار يتناوبون في حمل طعامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد لا أبو أيوب، ما أنت مش هتاخد النبي كمان هو هتاخد الأكل. أنت بتطلع الأكل وبتاع، بس إحنا كل شويه هنجيب، خليك انت على قد العشاء وتطلع الطعام بتاعك. لكن كل يوم هم يقول لك 3 أو 4. سبحان الله. وعاملين عاملين جدول، ده يروح وده يروح وده يروح وده يروح، حتى تحول من بيت ابي ايوب الى حجراته صلى الله عليه وسلم بعدما بناها مع بناء المسجد. قال النبي: جزى الله الانصار عنا خيرا، لا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عباده. سبحان الله. قعد قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابي ايوب؟ اختلف اهل السيره على قولين. في قول قال جلس شهرا، وفي قول كما عند ابن سعد في طبقاته قال اقام في بيت ابي ايوب 7 أشهر. وايا كان لو جلس ساعة فقد حلت البركة في هذا البيت. سبحان الله. وتلاقي ان البيت ده بيت مبارك. حتى في حادثة الإفك أبو أيوب بيقول لأم أيوب يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلي هذا؟ يعني أم أيوب لو أنت اللي مكان عائشة كنت تعملي كده؟ قالت لا. قال والله إن عائشة خير منك. بيقول لها يا أم أيوب، هو لو أنت مكان عائشة كنت ممكن تعملي الكلام اللي الناس بتقول عليه؟ قالت له لا طبعا. لا والله إن عائشة لا أفضل منك. قالت والله إن صفوان لا أفضل منك. فبتقول له فعلا، وبرضه صفوان أحسن منك وما يعملش العملة دي. فسبحان الله، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وظنوا خيرا. إن لازم تظن بالمؤمنين خيرا. سبحان الله. لأجل هذا الأمر ولأجل أن الله بارك في هذا البيت، ابن عباس رضي الله عنه في يوم من الأيام يدخل عليه أبو أيوب الأنصاري في البصرة، ويكون ابن عباس هو والي البصرة أي حاكم البصرة، فيدخل عليه. فلما دخل أبو أيوب على ابن عباس، ابن عباس ده قريب مين؟ يقرب له صلى الله عليه وسلم؟ ابن عم. فلما دخل عليه فرغ له بيته. الله أكبر. بيعمل ده؟ يرد بعضا من المعروف. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هو ده المسلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بيتمم المكارم. فمن ضمن الأخلاق رد الجميل. دي يا جماعة مش مسألة مش مسألة عاوزة واحد قائم لليل وصائم بالنهار وحاجة كبيرة عاوزة راجل. عاوزة راجل يحفظ وداد لحظة. وده حر. الحر من يحفظ وداد لحظة. إنه يقول لك لا، الراجل ده في يوم من الأيام عمل معايا كذا. سليمان الرجحي راجل ملياردير معاصر. في يوم من الأيام هو شاب صغير في ابتدائي، طبعا كان فقير جدا. كان الفصل طالع رحلة، والفصل ده عشان يطلع الرحلة كان الرجحي عاوز لازم يجيب ثياب كويسة والشماغ وبتاع، مش معاه. القصة دي كلها تكلفه كام بالرحلة؟ ريال واحد، ومش معاه ولا هو ولا أهله. يعمل المعلم بتاعه
في الفصل يسأل سؤال، فيقول له إيه؟ يا سليمان ما تقول في كذا؟ قال كذا. قال أحسنت. ثم أخرج ريالا وأعطاه. هرش سليمان الإيه؟ الموضوع، وتقبل منه هذه الهدية. ويمر الزمان، ويجي سليمان الرجحي يكون من فطاحل أهل المال، ويركب السيارة بتاعته ويبحث عن هذا المعلم الفلسطيني ويدور عليه لغاية ما يلاقيه، وبعدين يركبه جنبه في العربية ويقول له أخبارك إيه؟ وأنت فاكرني وأنا فلان الفلان وأنت عملت معايا كذا وكذا وكذا، والمعلم يضحك وبتاع والكلام ده. قال له أنت عندك أولاد؟ قال له عندي ولد. قال له شغال في كذا وكذا وكذا وكذا. قال له ابنك يختار أي مؤسسة من المؤسسات اللي عندي ويبقى فيها، وأنت لك راتب عندي مدى الحياة، وهذه سيارتك، وهذه الفيلا التي ركننا عندها خاصة بك، وكل هذا لا يساوي الفرحة التي أدخلتها علي وأنا طفل صغير. الله أكبر. ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه بقى؟ ده مش رد الجميل. هو ده كان هو ده رد الجميل. رد الجميل إنه يقول له إيه؟ كل سنة وأنت طيب وكرتون التمر. لكن لا يا جماعة، ده راجل، ده عنده الوفاء العالي. واحد اسمه سليمان أو يعني حاجة كده، ابن محمد بن مور. هذا الرجل من حال كان مسافر للقصيم، وهو مسافر هو وحد من قرايبه تقريبا أخوه ولا ابن عمه. المهم انقطع بهم الزاد، معهم أكلهم وشربهم، وضربتهم الشمس فأغمي عليه. عدت عليهم امرأة في المكان ده اسمه الأثلة، فلما مرت عليهم صنعت لهم طعام وجابت لهم ميه، وقتي ما الناس دي فاقوا وكده، ولما الشباب شربوا وبتاع وفاقوا الميه سابت لهم التمر الاكل وكده، وسابتهم ومشت وقت ما فاقوا. الراجل ده مات سنة 1400، يعني من حوالي أكثر من 40 سنة. الراجل ده يا جماعة ظل يضحي كل عيد أضحى أضحية صدقة على من؟ على صاحبة الأثلة. هو ما يعرفش اسمها، الراجل ما يعرفهاش. يقول لك نضحي على مين؟ على الست اللي أنقذتني. لما مات 1400 جمع ولاده ووصاهم إن كل عيد لازم تتصدقوا على مين؟ تضحوا للست دي. عارفين العيد اللي فات كانت الأضحية رقم كام؟ 77. بلهم 77 سنة بيردوا ايه؟ الجميل، وحاسين ان هم ايه؟ ما عملوش حاجة. طب انتوا تعرفوها؟ لا والله ما نعرفهاش. فشوفوا الانسان بيراعي وداد لحظة. ابن عباس لما شاف ابو ايوب دخل عليه فرغ له بيته وقال له لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس لأبي أيوب كم عليك من الدين؟ قال 20,000. قال فأعطاه 40,000 و20 مملوكا. قال له عندك 20 مملوكة ويخدموك، وعندك 40,000. وقال ابن عباس لك ما في البيت، كل هذا إكراما لما صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.